انت تعرف ان احنا نقدر نسافر بسرعة اسرع من سرعة الضوء؟ في طريقة توصل بيها العالم ميجا الكوبير عام 1994 عن محرك يقدر يوصل لسرعة الضوء ويمكن اسرع، واسمه محرك الاعوجاج. طب المحرك ده بيشتغل ازاي، وهل ممكن فعلا يوصل للسرعة دي؟ قبل ما اتكلم عن فكرة المحرك ده لازم تكون عارف شوية حاجات عن الفضاء عشان تفهم فكرته. اول حاجة وهو ان الفضاء بيتكون من شبكة او نسيج اسمه نسيج الزمكان، والزمكان ده له أبعاد، هو الطول والعرض والارتفاع والزمن. والأبعاد دي بتكون حاجة زي الشبكة، وهي اللي بتشيل الكواكب والنجوم والمجرات. وفي معلومة كنت عايز أضيفها، هو إن كل ما زادت كتلة أو وزن الجسم كل ما زادت جاذبيته. واللي اكتشف النسيج ده هو العالم ألبرت أينشتاين. أينشتاين قال في نظريته النسبية هو إن من المستحيلات إن يكون جسم له كتلة إنه يوصل لسرعة الضوء. طب هو ليه ما ينفعش؟ لأن كل ما زادت سرعة الجسم كل ما زادت كتلته. طب هو ليه كل ما زادت